المحاضرة هي عن الإبادة الجماعية الأرمنية اللي راح ضحيتها 1.5 مليون أرمني. طبعا قبل ما نبلش بدنا نوقف دقيقة صمت على أرواح شهدائنا. إذا بدنا نجي نحكي عن الإبادة الجماعية هي ممكن تختصر ب 24 نيسان 1915، ولكن إذا نقدر نرجع للماضي وما خلفه من مجازر عبر التاريخ بحق الأرمن هو كثير جدا. القواسم المشتركة التي تجمع الأرمني والكردي أن الله وزع تلك الخريطة الجغرافية على عدة دول. على سبيل المثال الهضبة الأرمينية والجغرافيا الأرمنية ما قبل التاريخ كانت تمتد من البحر الأسود إلى المتوسط إلى الفرات عبر مساحة كبيرة وشاسعة، ولكن دخول في بعض الأراضي للإمبراطورية الفارسية واليونانية، وأيضا دخول الترك تقريبا بالقرن العاشر الميلادي إلى المنطقة، وفي القرن الخامس عشر بدأت الإبادة أو المجازر بحق الأرمن. مجازر كثيرة من اليونان، من الرومان، من الفرس، ثم من العثمانيين، ثم من قبلها طبعا الغزو العربي للمنطقة. هؤلاء جميعهم أبادوا أكثر من 1,000,000 شخص عبر هذا التاريخ، لكن لم يكن ذاك بدراية وبتصميم وبذهنية داعشية وأيضا طورانية. وكلنا يعرف أن المشروع العثماني كان مشروعا إسلامويا. استطاعوا عن طريق السلطان عبد الحميد، وتبدأ مرحلة المجازر من عام 1976 تقريبا 1877 حتى عام 1908، ثم تبدأ بالإبادة الأخرى وهي الإبادة الاتحادية. تركيا الفتاة من عام 1908 حتى لغاية 1918، ثم تبدأ الإبادة الأخرى وهي التي قضت على الأرمن تماما كما على الكرد في معاهدة لوزان عام 1923. هذه المفاصل الثلاث أو المحاور الثلاث تتلخص في الفكر الإسلاموي السياسي. لا نقول المكي الروحي، ليتنا نعود إلى روحانية مكة وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. لكن مع الأسف كل تلك الآيات وضعت في مشروع التحزب الديني. هذا التحزب الديني الذي هو لعنة على الوطن والمواطن ومدمر ومفتت للشعوب. الإمبراطورية الروسية بما أنه هي قيصرية أرثوذكسية كان هناك تعاطف مع الأرمن لأنهم أرثوذكس. استطاعت روسيا أن تدخل إلى الأراضي الأرمنية وخاصة ما يسمى بأرمينيا الغربية. أرمينيا الغربية هي أرمينيا الست ولايات، فان وبدليس وقسم من ديار بكر وسيوان وأردروم وإلى آخره، ثم وكيليكيا. أرمينيا الشرقية هي اليوم اللي مع الأسف الشديد
هاي الصغرى بمساحتها تقريبا شيء 18 و20 ألف كيلومتر، بينما كانت حتى قبل 2014 كانت حدودها 330 ألف كيلومتر مربع. أعطيت هذه الأراضي طبعا بطريقة غير مباشرة يعني للأرمن، ولكن حينما بدأت في معاهدة سان ستيفانو 3 آذار 1878 على البحر الأسود طبعا المنطقة، مع الروس مع الأتراك. في هذه المعاهدة استطاع الأرمني أن يأخذ كل حقوقه، وبنفس الوقت أيضا الولايات الستة الأرمنية. ثم بعدها بعدة أشهر في 13 تموز في معاهدة برلين أكدت المادة 61 على المادة 16 بأنه هذه الأراضي أرمنية، وأيضا بإعطاء حقوق الأرمن، وأيضا الإصلاحات للمناطق الأرمنية في أرمينيا الغربية. لكن مع الأسف السلطات العثمانية، السلطان عبد الحميد لم يقبل ذلك، بل بدأ بإهمال هذه المناطق وباعتقالات وبقتل وإلى آخره. في ساسون أيضا عام 1904 أيضا تعرضت للإبادة الجماعية فيها وفي زيتون وفي قارس وفي الولايات الأرمنية الأخرى. ثم بدأ الاجتماع ما بين حزب الطاشناق الأرمني في النمسا، ما بين حزب الطاشناق وما بين شخصيات علمانية متنورة بزعامة طلعت باشا وأنور باشا، وبدأوا يخططون لانقلاب على هذا العثماني وبناء ديمقراطية جديدة لتعطى لكافة الشعوب. طبعا ام يرو وقت بجن كشنا ارمانيبو بستشار نيساني 1915 طبعا اف محاضره طبعا سيما حوربون محورة يكمي هزار وحيصد وحفتي وشش تقريبا سلطان عبد الحميد حتى هزار ونحصد وحشد بشتيوي كشتنا ديسا اتحادي وقت بجنب عربي تركيا الفتاة أو اتحاد الترقي هزار ونحصد ونه حتى هزار ونحصد وحشد حشدة عفوا هزار ونحصد حشد تقريبا مرحلة الدواء تقريبا مليون ونيف أرمني كشتن تفريغ ديموغرافي تشكرن 6 ولاية أرمني فان وتبليس وبشتيوان هات كمالي نسبة كمال الترك أوجي ده هزار وحشدة تقريبا حتى بيستو سي أوجي تغيير كرر وعرض أرمني قش ستاند أرمينيا الغربية وقت بيجن و هزار ونحصد وبيستو سي مؤتمر لوزان شكرا حتى خبرك أرمني نداني وككردا ليس نداني فحقي وما في أرمن وكردا وقت بيجن بعربية بيجي وتلك الدول العظمى غسلت أياديها بدماء الأرمن والكرد. طبعا تخازن حرصل باستشارة إنساني محاضرة متشتكن جبو نبس أرمني حتى قلقش زانن أنه دجمنيما يكا دجمنيما تركيا بري عثمالي بو بنافي أولان بو أنا بنافي أولان زائد نافي فكرة قومتشي طوراني حتى أف مشروعات عثماني بشتي
فاشل بو. أنا توازن مشروعات أوراني وتشيكن تشهيا دولتك ترك بزمان تركي تشتغلي أفنا قش بالكامل وبهفدورا بن جبو مشروع طوران الكبير وكد بجن مصر.